أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج إحنا الشعب. امبارح كان أحد الشعانين أو حد السعف. بنقول للإخوة الأقباط كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله في العام القادم عام سعيد على الشعب المصري كله، مسلمين وأقباط. الحدث الثاني النهارده، المشير عبد الفتاح السيسي حملته تقدم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات ب 200,000 توكيل، رغم ان اللي جمعوا المشير السيسي 407,000. لكن اللي بيحصل ان هم بيفحصوا ويفرزوا كل التوكيلات، واذا كان في اي توكيل من حد مشكوك فيه بيجنبوه الى ان يتم الاستعلام عنه من الشهر العقاري، او اذا كان من جمع هذه التوكيلات مشكوك فيه برضه بيتم تجنيب هذه التوكيلات الى ان يتم الاستعلام عنها من الشهر العقاري. لكن هو في النهايه جمع الحد الادنى من كل المحافظات بارقام تتجاوز ال 407,000 توكيل. المرشح الرئاسي الثاني حمدين صباحي برضه جمع لحد دلوقتي 20,000 توكيل فقط، ولكن ليس بالتمثيل الأمثل أو التمثيل المطلوب طبقا لما تشترطه اللجنة العليا للانتخابات وطبقا لما يشترطه القانون، وهو حصول المرشح على الحد الأدنى في 15 محافظة 1000 توكيل في كل محافظة، وبعدين يكمل 25,000 من محافظات أخرى أو على الأقل من المحافظة بتاعته اللي هو فيها، اللي غالبا ما بيجيب عدد كبير أوي بالتوكيلات فيها. سيد حمدين صباحي جمع 20,000 توكيل، منهم بس 5 محافظات هي اللي اكتملت فيها، اللي وصل فيها الحد الأدنى، وده حتى يوم السبت الماضي طبقا لتقارير الشهر العقاري. دي البيانات الصادرة من قاعدة بيانات الشهر العقاري. السيد حمدين صباحي خد في 5 محافظات فقط، هي كفر الشيخ اللي هي مسقط رأسه، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، القليوبية. دول اللي جاب فيهم الحد الأدنى اللي هو 1000 توكيل ويزيد، يعني جاب أكتر من كده خاصة في كفر الشيخ. لكن هو عايز دلوقتي يصل بالتوكيلات إلى 25,000 توكيل، يكون على الأقل في 15 محافظة 1000 توكيل. مطلوب منه انه يجمع. عندنا محافظة اسكندرية اللي هي كان حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الماضية جاب فيها اعلى نسبة توكيلات. اسكندرية حتى الان ما قدرش يجمع منها غير 800 توكيل فقط لا غير. يعني في انتخابات مرسي حمدين صباحي جاب اعلى نسبة توكيلات من محافظة اسكندرية وليس من كفر الشيخ. النهاردة هو جاب في كفر الشيخ اعلى نسبة توكيلات فعلا، لكن المشير عبد الفتاح السيسي جاب في كفر الشيخ اعلى من حمدين صباحي ب 17,000 توكيل، اللي هي مسقط رأسه سيد حمدين. مطلوب لسيد حمدين انه يستكمل التوكيلات ل 1000 توكيل في محافظة اسكندرية ودمياط والشرقية والغربية. الغربية على فكرة هو جاب فيها 600 توكيل حتى الآن، ولم يستطع استكمال 400 توكيل حتى اليوم. ومطلوب منه يستكمل توكيلاته في البحيرة وأسيوط والمنوفية. يعني دول ال10 محافظات اللي مطلوب يستكمل فيها التوكيلات. وليش معنى البحيرة وأسيوط والمنوفية والغربية؟ باعتبار ان هذه المحافظات هو تجاوز فيها حاجز ال 500 توكيل. لكن ما بنتكلمش عن محافظات تانية، عن الوادي الجديد هنقول له عايزين هات لنا 1000 من الوادي الجديد، هو جايب لحد النهارده في الوادي الجديد 30 توكيل بس. فعلشان كده احنا بنتكلم على المحافظات اللي هي الاعلى نسبة توكيلات فيها، اللي تجاوزت ال 500 توكيل. بنعيدها تاني: اسكندرية، دمياط، الشرقية، الغربية، البحيرة، اسيوط، المنوفية. طيب عندنا تاني بقى السيسي جاب اقل نسبة توكيلات كانت من محافظة الوادي الجديد وهي 2000 توكيل، واللي فيها حمدين صباحي جاب 30 توكيل بس. عندنا هنا مشكلة
ان برضه تظل محافظه الوادي الجديد الاقل مساهمه في توكيلات الرئاسه، ونخشى انها تكون الاقل مساهمه في الانتخابات. الدكتور عبد الله المغازي قال ان المشير السيسي سيوجه خطاب للشعب، اعتقد مسجل، اعتقد متلفز، مش عارفين هيذاع في القنوات المصريه، التلفزيون المصري، اللي مش عارفين هيتقال الكلام ده في التلفزيون المصري او في القنوات العاديه القطاع الخاص، او هيتم بالتزامن مع خطاب لحمدين صباحي. لكن هو الدكتور عبد الله المغازي طبعا احنا عارفين ان هو احد المتحدثين الرسميين باسم الحمله، هم اتنين، الدكتور عبد الله المغازي احدهم. قال ان المشير هيوجه الخطاب يعلن فيه البرنامج الانتخابي بتاعه، وله ملامح تم الاعلان عنها تقريبا. قال ان هي ستتضمن اجراءات عاجله لتحقيق العداله الاجتماعيه وزياده الانفاق في قطاع الصحه وقطاع التعليم، وهيركز الخطاب على الانحياز للفقراء وتوسعة وتنمية المدن الصناعية الجديدة، وأهم شيء إنهاء المنازعات على المصانع. النزاعات على المصانع، هل هنشغل المصانع؟ هل المقصود منها إن نرجع الشركات اللي هي المستثمرين مرة أخرى؟ الكلام وكلام السيد الدكتور عبد الله المغازي مش واضح في هذا الشأن، لكن قال برضو إن البرنامج الانتخابي بتاعه سيتضمن تطوير 5000 قرية ومنطقة عشوائية. ده بعض ملامح البرنامج الانتخابي للمشير السيسي. طبعا دي كلها قد تكون توقعات، لكن هو المتحدث الرسمي للحملة الدكتور عبد الله المغازي هو اللي قال الكلام ده. نيجي للحكومة النهارده. امبارح اعتمدت تعديلات قانون وضمانات وحوافز الاستثمار، حكومة الدكتور المهندس ابراهيم محلب، اللي بتقول فيه كارثة، اللي بتقول ان انا امتداد لنظام مبارك، اللي بتقول ان انا حكومة فلول، اللي بتقول ان انا حكومة نهب المال العام وليس الحفاظ على المال العام. القانون ده اللي اقرته حكومة المهندس ابراهيم محلب بيمنع ان يطعن احدا من خارج على اي عقود تبرمها الحكومة بينها وبين اي مستثمر. ليه الاصرار؟ يعني مفيش حد يطعن على، لو في فساد في اي عقد نلاقي محدش دلوقتي طبقا للقانون الجديد مش من حق اي حد يطعن. يعني عايز اقول لكم حاجه، بعض الفساد اللي موجود في الشركات والحكومه تقول لك محدش له حق يطعن بحجه اننا عايزين يبقى فيه ثقه في معاملات الحكومه، وان عشان نجيب الاستثمار. اولا الشركه المصريه الكويتيه اللي هي احمد عبد السلام اورا، ده واحد مصري خد 109 مليون متر من نظام مبارك، المتر بشلن ب5 قروش، وباعوا في الكويت ب65 دينار للمتر، يعني 1500 جنيه. يعني باع الحاجة اللي ب5 مليون باعها ب163 مليار. نضرب 1500 في 109 مليون متر نلاقيهم 163 مليار. عرض عليا الراجل ده في المحكمة، ثابت في محضر الجلسة، انه عرض 81 مليار جنيه للتصالح. 81 ألف مليون جنيه، مش 81 مليون، 81 ألف مليون جنيه، 81 مليار جنيه. بنعيدها تاني عشان نتصالح، وده ثابت في محضر الجلسة. يقوم الدكتور المهندس ابراهيم محلب بيقول لك مش من حق حد يطعن. يعني لولا الطعن اللي قدمته ما كانش الراجل ده عرض النهارده التصالح، وانا اللي رافض على فكره، وده ثابت في محضر. قلت له انت بايع الارض ب 163 مليار، خد لك 10 ودي للبلد الباقي. دي حاله. الحاله الثانيه، يبقى ازاي دلوقتي المهندس ابراهيم محلب بيقول لك مش من حق حد يطعن؟ الحاله الثانيه غزل شبين. غزل شبين قيمتها، شركه غزل شبين احنا مشينا فيها بالخيل، الناس العمال لما كسبنا الحكم انا والمحامين معايا الاستاذ وائل حمد السعيد واثنين كمان من المحامين، غزل شبين مشينا فيها 6 ساعات بالخيل. غزل شبين تبدا من ميدان التحرير بتاع شبين تقريبا، يعني ميدان الجمهوريه في شبين، انا مش فاكر اسم الميدان ايه، لكن هي في قلب مدينه شبين الكوم، تبدا بوابتها على الميدان الرئيسي في شبين الكوم. الشركه ديت خدناها من اندرام شبين اللي هو راجل مستثمر هندي. الراجل الهندي دوت قال اتباعت له اللي قيمتها 12 مليار جنيه، هو اشتراها ب 186 مليون جنيه.
قلنا له خد فلوسك، قال انا هاخد فلوسي مفيش مشكله وامشي. خد يا عم ال 186 مليون، قال لك لا ده انا دافع 1.5 مليار رشوه، دافع 1500 مليون جنيه رشوه واشترى ب 186 مليون بس. يقوم المهندس ابراهيم محلي يقول لك مش من حق حد يطعن، يعني البلد تتنهب محدش يطعن. منجم الذهب بتاع السكري ثالث اكبر منجم ذهب في العالم كله، والاول من حيث نقاء الذهب. عارفين الراجل سامي الراجحي ده مصري من الرشيد خد المنجم ده بكام؟ وهو منجم معلوم، وقفله الملك فاروق وكتب في قرار الغلق حفاظا على حقوق الاجيال القادمه. عارفين سامي الراجحي خده بكام؟ ب$5000 فقط لا غير، تمن توك توك، عشان ما حدش يفتكر ان انا قلت 50,000 او 500,000، لا $5000. اشترى، خد ثالث اكبر منجم دهب في العالم وتعاقد عليه ب$5000 تمن توك توك تاني. والمهندس ابراهيم محلي يقول لك مش من حق حد يطعن، والحكومه حتى تعرض الكلام ده على المستشار عدلي منصور. الشركه العربيه للتجاره الخارجيه، ودي اقل شركه انا كسبنا الحكم بتاعها، دي قيمتها على الاقل من اقل الشركات 100 مليون جنيه. عارفين اتباعت بكام؟ اتباعت ب13 مليون ونص. ويا ريت كده وبس، لا ده الراجل سمير العلايلي دفع فيها 6.5 مليون ساعة تحرير العقد اللي هو سنة 2002، وقال الباقي هدفعه بعد سنة. ده نص العقد. السنة لحد دلوقتي ما جاتش، من 2002 ل 2014. السنة بتاعته طويلة شوية، مش كبيسة بقى بتزيد يومين أو 4 أيام، لا دي سنة طويلة شوية. ده بقى لها 11 سنة، بقى لها 14 12 سنة لسه ما جاتش السنة، ما دفعش 6.5 التانيين. طيب بس كده؟ لا، نقول نزيد لكم من الشعر بيتا حسبما يقول المستشار الزند. قال ايه في نص العقد؟ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان الشركه، ان سمير العلايلي ده مدين للشركه ب7.5 مليون جنيه. يعني هو اما دفع 6.5 مليون كان هو من الاساس مدين ب7.5 مليون في نفس التوقيت. تم اعفائه من هذا الدين، ما هي الشركه بقت بتاعته. 2، استلم في العقد شيك على عبد الوهاب قوطه صاحب شركه اسكندريه للحديد، شركه بورسعيد للحديد والصلب، ب13.5 مليون جنيه، وتم تحصيله بعد شهرين. لم يكن شيك غير مضمون او شيك مشكوك في تحصيله، مش او ديون معدومه، لا ده شيك حال مستحق بعد شهرين، واستلموا الراجل وصرفوه. هل هنا نقول لا يجوز اطلاقا اننا ما نطعنش؟ ده كلام فارغ. يعني لما يكون مستثمر فاسد يدي رشوه لموظف فاسد ويبيعوا البلد كلها ب100 جنيه ولا ب200 جنيه، نلاقي السيد ابراهيم محلي بيقول لك لا يجوز الا طرفين التعاقد اللي يطعنوا فيه. وبعدين احنا هنطعن فيه لان ده مخالف للدستور. الدستور بيقول ينص الدستور الجديد بيقول للملكيه العامه حرمه وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. يبقى ده مخالف اللي انت بتقوله ده يا باشمهندس ابراهيم، مخالف للدستور. الدستور كمان بيقول المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم. ازاي انت تدي الواحد بالامر المباشر وتمنعه عن اخر؟ ولماذا تصر على البيع في الظلام والخفاء وبالامر المباشر ويبقى مش من حق حد يطعن؟ ده كلام فارغ، واحنا مش هنقبل الكلام ده، وهنطعن بمجرد صدور القانون في المحكمه، وان شاء الله نلغيه. لكن يظل كل القرارات، احنا بننبه المستشار عدلي منصور نقول له انت راجل دستوري وحرام تصدر هذه القوانين سيئه السمعه في عهدك. نطلع على حاجة تانية النهاردة. عندنا دعوة قضائية لسحب وسام الجمهورية من الدكتور حازم الببلاوي. الدكتور حازم الببلاوي للأسف المستشار عدلي منصور اداله وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والوسام ده على فكرة لا يمنح إلا لمن يؤدي خدمات جليلة للوطن، وبيترتب عليه التزامات مالية في معاش وفي مرتب رئيس الوزراء او من يحصل عليه، لان ده تبعات ماليه. هنا المستشار عدلي منصور بيهدر المال العام، لانه بيدي 10,000 او 20,000، انا ما اعرفش المحكمه اللي هتبين
وسام الجمهوريه لما يمنح بياخد قد ايه في الشهر كمرتب او حافز عليه شهريا، هنعرف الكلام ده. حازم البلوي عمل ايه للبلد؟ ما عملش غير كل خراب للبلد، شفناش منه اي خير. المظاهرات الفئويه زادت في عهده، وعد برفع الحد الادنى للاجور ولم يوفي بوعده ولم يلتزم. شفنا المظاهرات اللي في الجامعات اللي بدات في عهده وفي عهد حسام عيسى ولم تنتهي حتى الان بسبب الكلام الفارغ اللي كانوا بيقولوه، اللي يقول لك عوده الحرس الجامعه على جثتنا، على جثتك ليه؟ انت خربت الجامعه وموتت ناس وحرقت ممتلكات البلد، ومفروض تحاكم على هذا الكلام. في دعوة قضائية إن شاء الله تاني بكرة هتقدم لسحب الأوسمة اللي منحها مرسي لنفسه. مرسي منح لنفسه أوسمة الجمهورية كلها، وقلادة النيل وقلادة أوسام الجمهورية، الطبقة الأولى والطبقة الثانية ومش عارف شوية الأوسمة اللي منحها لنفسه، حاجة تكسف رئيس جمهورية بيمنح لنفسه كل الأوسمة عشان ياخد عليها 187 ألف جنيه في الشهر. دي مكافأة الأوسمة بس. إن شاء الله الدعوة ديت هناخدها، هنرفعها بكره ان شاء الله، وهدي لكم رقمها، وربنا يسهل ونقدر نسحب كل الاوسمه اللي هو نصب على الشعب وخدها لنفسه ومنحها لنفسه. اخر دعوه قضائيه ان شاء الله هنرفعها بحل مجلس اداره نادي البلديه نتيجه الفيلم او انتشار الصور الفاضحه والفيديوهات الفاضحه اللي عملها احد المدربين في جيمانيزيا من نادي مع بعض الساقطات، صور جنسية لبعض الساقطات، وده يتبع النادي. وكان في تراخي من إدارة النادي في متابعة هذا الساقط هو الآخر اللي كان له قضية تحرش جنسي في نادي 23 يوليو في المحلة برضه، وتم طرده من سنتين. لكن أعضاء مجلس إدارة نادي البلدية للأسف لم يتبعوا الإجراءات القانونية السليمة، ولا يهمهم الكيان القانوني لهذا الشخص أو أخلاقياته إيه، أو يحافظوا على نادي البلدية وسمعته وسمعة سيداته. المجلس الإدارة تعاقد مع هذا الشخص للأسف الشديد، للأسف الشديد مرة أخرى تعاقد مع هذا الشخص، ويجب عليهم النهاردة أنهم يدفعوا تبعات الإساءة إلى سيدات المجتمع اللي الساقطات راحت هناك، وتم بموجب هذا الكلام الإساءة لكل سيدات نادي بلدية المحلة. واللي الحرية والعدالة النهارده بينشر فيديوهات الفضيحة الأخلاقية، بيقول لك الفضيحة الأخلاقية لمدرب المحلة مع بعض الساقطات. الحرية والعدالة بتطبل وترقص على هذا الكلام. أحمد المغير الراجل بتاع الشاطر، مش راجل الشاطر بقى، راجل البليد اللي في السجن النهارده، قال ان بعض ازواج هؤلاء السيدات كانوا بيعرفوا ان هم ساكتين على ذلك، وان ده نظام بعد الثوره، وان اللي بيتحكموا النهارده، وان هذا المدرب بيقول ان هو من مؤيدي السيسي. وده يعني مش معنى ان في واحد من الساقطين كان بيأيد السيسي او بيتمسح فيه، لا احنا مش هنقبل الكلام ده. واعتقد انه تم استبعاد التوكيل اللي عمله هذا الشخص. لكن انا عايز اقول لاحمد المغير، انتوا ما اتكلمتوش ليه على الواقعه بتاعه علي ونيس؟ ما شفناش احنا كمدنيين اتسترنا على واقعه علي ونيس؟ ما انتشرتش فيديو رغم انها متصوره، اللي متجوز 4 سيدات وضبط مع احدى السيدات في الشارع في عربيته. يعني ما اتكلمناش على كل وقائع الفساد اللي كانت عندكم في رابعه، نكاح الجهاد اللي كنتوا فيه، اللي كنتوا قاعدين شغالين فيه. ما صورناش احنا الكلام ده وطلعنا فيديوهات؟ عيب قوي اتلم وما تفضحش حد. وافتكر ان حسن البنا اتستر على مين؟ على احمد السكري النائب بتاعه. حسن البنا المرشد بتاعكم اللي هو الشهيد، بتقول عليه الشهيد، شط على احمد السكري في واقعة اخلاقية مع بعض الاخوات، وحافظ التحقيقات اللي تمت في هذا الوقت هو اللي كان بيعملها عن نتيجة التحرش أحمد السكري وأقامته علاقات غير مشروعة مع بعض الأخوات، وضغط في التحقيقات ديت وحافظ التحقيق، وبل قام بعزل بعض قيادات الإخوان اللي كانت بتطالب بعزل أحمد السكري. يا ريت تحطم في بقكم جزمة وتسكتم وتبطلوا، لأن اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب،
وانتوا بيتكم مش من ازاز، ده انتوا بينكم من غريبه اصلا ما تستحملش، بيوتكم وحشه قوي. فيا ريت تستروا نفسكم وما تتكلموش على غيركم. الطلاب شفنا النهارده في جريده الوطن برضو. لا هنتكلم الاول على الشيخ خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهه السلفيه، عضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعيه. الشيخ خالد سعيد انا رفعت دعوه النهارده على تحالف دعم الشرعيه لحظر انشطته والقبض على اعضائه، واعتبار هذا التحالف تحالف داعم للارهاب واعضائه هم من الارهابيين. لكن فوجئت انا بلجأ للمحكمه، انا شايف كده تحالف دعم الشرعيه ده انا رفعت الدعوه عليه لانه بيحرض على قتل المصريين، بيدعو لتظاهرات ليل ونهار، بيحرض على استجلاب الاجانب والجيوش الاجنبيه لقتال الجيش المصري. تحالف دعم الشرعيه يقوم بأسوأ دور في مصر النهارده لتحريض على المظاهرات ودعم التظاهرات، ويرحب بقتل الجنود بتوعنا من الجيش والشرطه وبقتل الشعب المصري. يبقى انا بلجأ للمحكمه ونشوف المحكمه هتدي لنا حكم ولا لا. احنا بنلجأ للقضاء وبناخد الطريق القانوني، ما بنصفيش ولا بنكفر ولا بنقتل ولا بنحرق. احنا بنلجأ للقانون والقانون اللي يقول كلمته. السيد بقى خالد سعيد النهارده قال عضو تحالف دعم الشرعيه، قال ان تصريحات حمدي الفخراني بشأن رفع دعوه لوقف انشطه التحالف وصفها بالكلام الفارغ، مدعيا ان ذلك يعد خطوه للتحريض على الثوره المصريه. يا ريت يا جماعه تنزلوها. بشأن رفع مدعيا ان ذلك يعد خطوه للتحريض على الثوره المصريه باعتباره جزء من منظومه مبارك. بيقول ان انا جزء من منظومه مبارك، مضيفا والكلام لخالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهه السلفيه، بيقول نحن لا نعمل في الخفاء او تحت الارض، وانما اجتماعاتنا علنيه وامام كافه الاجهزه، فضلا عن ان التحالف، اسمعوا بقى الحته دي، فضلا عن ان التحالف هو الممثل الشرعي للشعب المصري الان. زي ما بيقول تحالف دعم الشرعيه هو الممثل الشرعي. منين يا اخويا؟ قول لي بقى خدت تمثيلك الشرعي منين؟ يا ترى دخلت انتخابات ولا حاجه؟ ولا بتمثل الشعب المصري منين؟ وانت مين وتقدر تحشد مين؟ تقدر تحشد كم نفر في الشارع؟ انت اقصى ما تقدر تحشده 10 ولا 20 واحد. بتقول لي انت التحالف، انت الداعم انت الممثل للشعب المصري؟ هو انتوا ما بتزهقوش كده؟ ما بتزهقوش كده؟ وقال سعيد في تصريح خاص للفيتو ان الفخراني حلقه من حلقات تكميم الافواه التي لا تريد لدوله القانون ان تسود، بدليل القضايا التي يقوم برفعها كل يوم ضدنا. وبالتالي الفخراني حسب كلامه يسعى لاكتساب شو اعلامي استمرارا لمسلسل الفجور الدكتاتوري. انا اعرف الفجور اللي انتوا بتعملوه، بس مش عارف يعني ايه فجور دكتاتوري الذي كان يمارس ايام مبارك، لان الثوره مستمره هو بيقول، والشارع اوسع بكثير من التحالفات واوسع من القوى الاسلاميه والقوى السياسيه، والقوى الاسلاميه والاسلاميه اكبر واوسع من الاخوان. راجل حط في دماغه ان هو اللي بيمثل الشعب المصري، وان هو التحالف، وان احنا النهارده بنحاول تكميم الافواه. لا ابدا ولا حاجه، احنا بنحاول نوقف البلد على رجليها، بدل ما نشحت وبدل ما نستلف من بره وبدل سيداتنا ويحصل حرب اهليه اللي انت بتدعم هذا الخائن الجاسوس هو وعصابته على البقاء او العوده، اللي كانوا هيتسببوا في ان نسائنا تتشرد زي نساء سوريا النهارده، واهالينا وعيلتنا نبدا نتسول من الناس نبقى لاجئين، بدل ما نقول اللاجئين السوريين نلاقي اللاجئين المصريين. ده انت عايز تخش السجن وتتحاكم على اللي انت قلت ده النهارده. بعد الفاصل ان شاء الله نستقبل ضيوفي الاستاذ ممدوح عبد الحكيم نائب رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنه، الاستاذ الدكتور ممدوح عبد الحكيم نائب رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنه، وكمان معانا الاستاذ محب دوس الناشط السياسي والعضو المؤسس في حركه تمرد. هنسالهم عن المشهد السياسي في مصر. فاصل ونعود ان شاء الله.